ناس كتير سألوني عن موقفي في الرياضة، تعليم الرياضة الاحترافية للطفل في السن ده. تمام. من اللي هو من 3 إلى 6 سنوات. في كل الأحوال حاولي تأخري الرياضة لبعد 6 سنوات. تمام. في أطفال بيجيبوا، يعني في أطفال متفوقين وعندهم نضج عقلي يقدروا يجيبوا على سن 4 سنين و5 سنين، بس أنا مش هجازف وأعمم الكلام ده على نسبة كبيرة من الأطفال. أنا دايما بحب الطفل المتوسط في كل حاجة، واحب اتعامل مع الطفل على انه طفل متوسط الى ان يظهر العكس، اللي هو ايه، انا عاوز يا ماما، انا عاوز يا ماما. تمام. بمشي ورا الطفل، مش بمشي قدامه وكعبله، اللي هو تعالى ورايا هوديك في الحته الفلانيه، وهوب بيقوم الكعبل واقع على وشه ويقوم كعبلني معاه، وانا ما ببقاش فاهمه ليه. القصه كلها اني انا بجبر الطفل على حاجه مش مناسبه لسنه. سن الرياضه عموما لازم يبتدي من بعد 6 سنوات، زيه زي تعليم اي حاجه. اي حاجه ليها علاقه بالتعليم، اللي هو ايه، اللي هو اوامر مباشره الطفل يمشي وراها، او اوامر متتابعه، اللي هو اعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، ترتيب كده. تمام. الحاجات دي قدرات عقليه مش كل الاطفال يقدروا يستوعبوها في سن 5 سنين. في كمان حاجه اسمها النضج الانفعالي، اللي هو ايه، اللي هو ان الطفل يتحمل التعامل مع الصرامه اللي بيتم بيها الامر، اللي هو ايه، احنا يا جماعه قاعدين في فصل جد، اللي هو لازم الطفل يقعد ويهدى ويستوعب ويكمل. ماشي. في اطفال كتير جدا ما بيقدروش يتحملوا الصرامه في المعامله، اللي هو ايه، لا لازم تقعد على الكرسي. ماشي. او لازم تكمل الشغل لاخره، او لازم تكمل الحركه دي لاخرها. وفي مدربين بيبقوا شداد شويه، يعني مثلا ايه، كانت جات لي كذا شكوى من موضوع الجمباز بالذات، ان هو ايه، لازم يفتح رجله بطريقه معينه، ان هو لازم يعمل، لدرجه ان الاطفال بيعيطوا. طب ماشي، انت شفتي ابنك مش مستحمل دلوقتي، ما تاجلي له سنه، ما فيهاش حاجه يعني، مش هيحصل حاجه. لا، لازم في سن ال3 سنين يعني انا اعلم الطفل الرياضه وهو بيعيط؟ هل ده معقول يعني؟ اجبره على حاجه وبعدين يجي بقى في البيت حرب تحصل، اللي هو انا دفعت فلوس التمرين كامل لمده شهر، الطفل راح يوم او يومين وبعدين اتاذى نفسيا واتاذى جسمانيا واتوجع، وبعدين روح لماما يقول لها انا مش رايح تاني. ماما لازم تكمل الشهر. ليه؟ علشان هي دافعه فلوس. طب حضرتك يعني نعمل ايه؟ طيب نموت الطفل علشان يروح ولا نعمل ايه؟ نفس فكره الحضانه بالظبط. انا دفعت ترم محترم وبعدين فجاه لقيت ان الحضانه مش مناسبه للطفل، بتعامل الطفل بطريقه غلط، فالمفروض ان انا اتراجع واسحب ابني من الحضانه، طبعا هتضيع عليا فلوس. انا مقدره جدا كفاح الامهات، ومقدره جدا لان انا واحده من الامهات. ماشي. وبعاني من نفس الظروف. لكن المشكله فين هنا؟ المشكله اني انا بدفع حد غيري ثمن غلطتي، اللي هو انا غلطت اصلا في اختيار المكان للطفل، انا غلطت اصلا في اختيار ان انا ادخل ابني رياضه وانا مش عارفه الرياضه تناسب السن ده ولا ما تناسبش السن ده. فهنا الطفل بيدفع ثمن حاجه هو ما عملهاش. فلازم يبقى عندي عدل في المعامله، لازم يبقى عندي رحمه، وابقى فاهمه ان الطفل مش بيعند معايا، هو اصلا الرياضه ما تناسبوش، بس انا اللي اتسرعت ودفعت الفلوس بدري قبل ما اجرب حصه وحصتين واشوف الرياضه تناسب ابني ولا ما تناسبوش. تمام. زي ما قلت الرياضه ابتدي بعد سن 6 سنين. ليه؟ قدامك طفل ابتدى يندمج في وسط مدرسه، هو بياخد سنتين روضه الاول، بنعلمه فيها ازاي يقعد على كرسي، ده اقصى حاجه اللي لازم نعلمها له، اللي هو الالتزام. يلتزم بمكان، يلتزم بمعلمه، يلتزم بالشرح، يلتزم بان هو يعمل واجبات مع المعلمه مش مع الماما في البيت. ماشي، عشان انا ضد الواجبات في البيت عشان نبقى فاهمين. فكره الالتزام ده بتعلمها له معلمه الروضه. جميل جدا. بقاله سنتين قاعد في روضه لحد ما اتعلم ازاي يهدى في فصل، ازاي يبقى له زمايل، ازاي يعرف حقوقه وحقوق غيره. تمام. اجي بعد كده على سنه اولى ابتدائي ابتدي اعلمه بقى اللي هو ايه، المهارات بتاعه القرايه والكتابه والحاجات التقيله بقى والمنهج الدراسي وفتره تركيزه تطول شويه والكلام ده كله. تمام. نفس الكلام على الرياضه. سنتين الروضه بيفرقوا جدا في حياه الطفل لما بياخدهم بطريقه صحيحه. ماشي. فالاول نعوده ازاي يتعامل مع الناس بره البيت، وبعد كده نشركه في الرياضه ازاي يتبع الاوامر مع المدرب. وطبعا مش عايزه اقول لكم ان الرياضه هوايه. الرياضه هوايه. في ناس فاكره ان الرياضه ان انا لما ابتدي مع الطفل بدري فخلاص بقى انا بلبسه في الرياضه دي وبخليه بطل قومي، اللي هو ايه، اللي هو بمزاجه ولا بمزاجك انت يعني. اللي انا اعرفه والكلام الصحيح اللي كنا ماشيين عليه طول السنين، يعني طول العمر وطول من ساعه ما انشأوا حاجه اسمها رياضه، ان الرياضه دي بتيجي بمزاج اللاعب، اللي هو ايه، انا كلاعب بختار الرياضه اللي بحبها. انا لقيت الفولي جميله جدا فرحت داخل الفولي، لقيت كره القدم جميله جدا رحت داخل كره القدم. بشغل ايديا احسن من رجليا فبلعب سله باسكت. تمام. لقيت ان الرياضات العنيفه والكونغ فو والحاجات دي احسن لي، انا بحبها، انا اتفرجت على فيلم جاكي شان وواو بقى وعجبني قوي، عايزه ابقى بطل زيه. فبالتالي بمزاجي وبارادتي بقول لها يا ماما اشركيني في الرياضه دي، انا عايزه ابقى زيه فلان، زي محمد صلاح، زي يحيى الدرع بتاع كرة اليد. ماشي، في بطل كده اسمه يحيى الدرع في كرة اليد.
انا ممكن العب في دماغ ابني بالاقناع وبالوهم انه ان انا افرجه على افلام كونغ فو، اخليه يتفرج على ماتشات سله، ابقى قاعده ومهتمه جدا بماتشات كره القدم ومركزه فيها، بحيث ان الطفل يحصل له هوس باللعبه، فبالتالي هو اللي يطلب. ده مباح جدا وحاجه لطيفه جدا وظريفه جدا. لكن فكره ان انا اجبر الطفل على رياضه هو مش مستعد لها او رياضه هو مش حاببها، هي فكره مش موجوده اصلا في مجال الرياضه. لما الاقي ابني حابب رياضه، ما دخلوش مع الشخص الغلط، ممكن يتسبب له في عقده نفسيه في الرياضه اللي هو بيحبها. اللي هو انا شايفه ابني بيلعب كونغ فو ومبسوط جدا بيها وحاببها، فجاه بيتقابل مع مدرب بيشتم، بيضرب، بيزق، بيتعامل بعنف مع الولاد، بيتعامل باهانه، فبالتالي الولد فوجئ ان هو لا، ده انا جاي العب رياضه يا جماعه، مش جاي اتواجه مع المعلم اللي هو او مع المدرب، اللي هو انا لازم اضرب المدرب عشان يبعد عني ولا ايه يعني؟ انا مش فاهمه. فطبعا الاصول بتقول ان اللي بيدرب الاطفال على موهبه معينه او رياضه معينه لازم بياخدهم بالمسايسه وبالراحه وبالحب وبالمشاعر وكل الكلام ده. واتفرج على اي فيلم، اي فيلم من افلام تعليم الرياضه، امريكي او مصري او اي جنسيه، مش هتلاقي فيه اللي بيحصل في ارض الواقع اطلاقا. اللي هو المدرب اللي لسانه زالف، اللي بيقعد يشتم في الولاد او بيزقهم او بيعملهم بطريقه وحشه، اللي هو انت جاي هنا تعمل ايه؟ انت ايه اللي دخلك المجال اصلا؟ مين اللي علمك تدرب كده؟ فطبعا المدرب بيبقى المفروض واخد كورسات نفسيه، ماشي، عشان يتعامل مع المتدربين. فلو الكلام ده مش موجود، انت لازم تكوني ام واعيه وفاهمه واخده بالك وبتتفرجي على تدريب ابنك وبتهتمي جدا بادق التفاصيل اللي بيحكيها لك ابنك في التدريب، وبتبقي لقطه المدرب ده هيكمل مع ابنك ولا مش هيكمل، لان دي حاجه بالمزاج، يعني بمزاجك انت وبمزاج ابنك. اللي هو ايه، انا دافعه فلوس علشان ابني يتعلم المهاره، مش علشان يتهان، مش علشان يتعامل وحش، مش عشان يحصل يعني علاقه سيئه بينه وبين الرياضه. اللي هو انا جايبه واحد يعقد ابني من الرياضه اللي المفروض يبقى بطل فيها مثلا. فلازم تكوني واعيه ومركزه ان ابنك بيتعامل ازاي في التمرين بتاعه. ما هو المدرب ده يا اما يخلي ابنك يحب الرياضه، يا اما يربي له عقده منها، حتى لو الولد متفوق فيها وموهوب فيها ممكن يربي له عقده نفسيه منها، فبالتالي ابنك هيرفض تماما انه يكمل في الرياضه دي ونبقى خسرنا بطل رياضي.